هل ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس حقيقة أسعار الأضاحي في الأسواق فعلا؟ في تصريح أثار الكثير من الجدل، قال وزير الفلاحة خلال جلسة بمجلس النواب إن سوق المواشي هذه السنة يعرف وفرة واضحة في العرض، وأن الأسعار تبدأ من حدود 1000 درهم فما فوق، مؤكدا أن ما يتم تداوله حول ارتفاع كبير ومبالغ فيه للأسعار عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعكس الواقع بشكل دقيق على حد تعبيره. وأضاف المسؤول الحكومي أن المعاينات الميدانية التي قام بها داخل عدد من الأسواق تظهر وجود عروض متعددة بأسعار مختلفة تبدأ من مستويات منخفضة نسبيا وتمتد حسب الجودة والحجم لتصل إلى 2500 درهم وأحيانا 3000 درهم حسب النوع والوزن والمجال الجغرافي. وأشار أيضا إلى أن جزءا كبيرا من النقاش الدائر حول غلاء الأضاحي يتم تضخيمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر صور وتعليقات ومقاطع فيديو تبرز الأسعار المرتفعة فقط دون إظهار باقي مستويات العرض المتوفرة في الأسواق. هذا التصريح فتح بابا واسعا للنقاش بين المواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث تساءل الكثيرون: هل فعلا الأسعار في الأسواق كما تم وصفها؟ أم أن الواقع الميداني يختلف من منطقة إلى أخرى؟ ففي المقابل يؤكد عدد من المواطنين الذين زاروا بعض الأسواق أن الأسعار ليست موحدة، وأنها تختلف بشكل كبير حسب المدن وجودة الأضحية والطلب المتزايد في بعض الفترات، وهو ما يجعل الصورة أكثر تعقيدا من مجرد أرقام عامة. كما يثير البعض تساؤلا آخر لا يقل أهمية: إذا كانت الأسعار مناسبة ومتوفرة كما يقال، فلماذا لا يزال الكثير من المواطنين يتحدثون عن الغلاء؟ ولماذا تنتشر بشكل واسع صور وأخبار عن ارتفاع الأسعار على مواقع التواصل؟ ويبقى الجدل قائما بين الرواية الرسمية من جهة وشهادات بعض المواطنين من جهة أخرى، في انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة مع اقتراب موسم العيد وازدياد حركة البيع والشراء في الأسواق. وفي النهاية يظل السؤال مطروحا: هل نحن أمام وفرة حقيقية في الأضاحي وأسعار مستقرة؟ أم أن الواقع أكثر تعقيدا مما يقال؟ ألف مبروك لجميع خوتنا المغاربة، وكل شيء غيعيد هذا العام غير ب1000 درهم. شي بصح اخوتي اللي كنسمع ولا غير حلم. وزير الفلاحة خرج في واحد المجلس وقال السوق عامر بالخرفان والأثمنة كتبدا من 1000 درهم، والهضره ديال الغلاء اللي شعلها في الفيسبوك راها مبالغ فيها بزاف. وزاد وقال باللي هو شخص دار جوله في الاسواق لقى الحواله كاينين ب1000 درهم، 2000 درهم و2500 درهم وحتى 3000 درهم. يعني حسب كلامه الازمه غير في السوشيال ميديا ماشي في الواقع. ولكن دابا السؤال الحقيقي اللي محيرني ومحير المغاربه كاملين: هاد الحواله اللي ب1000 درهم واش مازالين كيتباعوا في السوق ولا تحولوا حتى هما الاشاعات الالكترونيه؟ حيت بزاف ديال الناس اللي هبطوا الاسواق يقولوا الواقع مختلف شويه والاثمنه طالعه بزاف، خصوصا بعض المدن. وكاينين بعض الناس مساكن كيقلبوا على الحولي في الفيسبوك اكثر من ما كيقلبوا عليه في السوق. دابا انت شنو الراي ديالك؟ واش بصح كاينه اثمنه مناسبه كيف كيقول الوزير، ولا الغلاء مازال شاعله في الاسواق؟ كل واحد عنده الراي ديالو. اعطيونا الاراء ديالكم في التعليقات وبارطاجيو لا فيديو.